في يوم السبت 2/11/2024 أهالي منطقة معينة اتفاجئوا ببنت بتقع قدامهم في الشارع من الدور الثالث وهي لابسة هدومها كاملة. البنت دي اسمها ندى وهي اللي في الصورة جنبي دلوقتي، وده كان هو آخر تسجيل صوت ليها بعتته لواحدة صاحبتها. انا رايحه دلوقتي هلبس اهو ورايحه اطلع بالليل اعمل لواحده شقه هتديني 300 جنيه عشان ننزل. ولأن ندى مش من سكان المكان ده ففي كلام كتير جدا طلع عن سبب وجودها في المكان وليه وقعت من الدور الثالث وازاي ده حصل أصلا، وقبل ما تقع كانت في أنهي شقة بالظبط أو مع مين، وهل الشخص اللي كان معاها ده هو اللي رماها من فوق ولا ايه اللي حصل. طيب صل على النبي بقى وخليك معايا وهتعرف كل حاجة حالا. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حلقة النهاردة احداثها بتدور يوم السبت 2/11/2024، وبالنسبة للمكان فهي حصلت في واحد من شوارع منطقة بولاق ابو العلا التابعة لمحافظة القاهرة. وقبل ما ندخل في اي احداث عايزك تبقى عارف حاجة مهمة قوي، وهي ان الكلام اللي اتقال في القضية دي كلام كتير جدا ومن كذا طرف، وانا النهارده هنقل لك السرديه بتاعت كل طرف منهم على حسب اللي الصحف الكبيره نشرته ولقاءات الفيديو اللي الاطراف نفسهم عملوها، وبدون انحياز او تأييد او تكذيب لاي طرف. وتعالى بقى نبدأ باول سؤال، هي مين ندى؟ ندى باختصار هي واحدة عندها 30 سنة تقريبا، والمفروض انها تيك توكر معروفة وعندها كذا فيديو على الحساب بتاعها بيجمعها بكذا حد تاني من مشاهير التيك توك في اعياد ميلادهم واحتفالاتهم بشكل عام. طيب هل دي كل حاجة عن ندى؟ لا طبعا دي مش كل حاجة عن ندى، في حاجة تانية والدة ندى أكدت عليها، وهي إن بنتها بتشتغل في تنظيف البيوت عشان تجيب فلوس تساعدهم بيها، وقالت إنها كانت بتاخد على الشقة 300 جنيه تقريبا، وقالت كمان إن بنتها محترمة وإن لو حد تعرض لها في نص الشارع ما بتسكتلوش، وقالت إنها كانت بتروح تمسح وتخدم في البيوت، وإن طبعا الشغل عمره ما كان عيب. طيب هل في كلام تاني؟ أيوة في كلام تاني، بس المرة دي من طرف صحاب ندى اللي أكدوا إنها بنت شريفة وبتشتغل في تنظيف البيوت عشان تجيب فلوس تساعد أهلها بيهم وتصرف عليهم. صحابها دول قالوا كمان إنهم اتعرفوا عليها من خلال أعياد الميلاد اللي كانت بتجمعهم بعدد من البلوجرز. ولحد هنا كده أنت تقريبا عرفت كل اللي محتاج تعرفه عن ندى، وتعالى بقى نجري الأحداث ونشوف هو إيه اللي حصل مع ندى. يوم مشهد البداية زي ما قلت لك كان هو يوم السبت 2/11/2024، واللي حصل وقتها زي ما عرفنا إن أهالي منطقة معينة اتفاجئوا بالبنت دي اللي هي ندى بتقع قدامهم في الشارع من الدور الثالث وهي لابسة هدومها كاملة. وللأسف ندى في نفس اللحظة كانت الله يرحمها. وطبعا المنطقة دي احنا عرفنا خلاص إن هي بولاق أبو العلا، وبالتحديد أكتر في عقار مكون من 3 أدوار موجود في شارع بولاق الجديد في منطقة بولاق أبو العلا. وعلى طول يوصل وقتها بلاغ لاسم شرطة بولاق أبو العلا بالواقعة، وتروح فورا قوة أمنية على هناك وتأكدوا وقتها من صحة البلاغ، وتم عمل معاينة للجثمان اللي كان على الأرض، وكان مليان كسور وكدمات في أماكن متفرقة بسبب شدة الوقعة والارتطام اللي حصل، وطبعا كان في نزيف في أماكن كتير منها. وساعتها تم نقل الجثمان لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة في القاهرة. وتبدأ بقى مرحلة جديدة في القضية للإجابة على السؤال الصعب، هو إيه بالظبط اللي حصل؟ إجابة السؤال ده هنقسمها ل3 أجزاء. الجزء الأول منهم هيكون خاص بالتحريات الأولية للشرطة اللي تم نشرها في كذا جريدة وكذا موقع إخباري، والجزء الثاني هيكون مصدره والدة ندى وصحابها، والجزء الثالث والأخير هيكون خاص بالمتهم وأخوه، خصوصا بعد ما وصلوا رسالة كتبها المتهم بنفسه من جوه السجن. وتعالى نبدأ بالجزء الأول الخاص بالتحريات الأولية للشرطة. التحريات دي منشورة على مواقع إخبارية كتير، منها موقع تحيا مصر على سبيل المثال، وبتقول إن الضحية اللي هي ندى كانت مع واحد صاحبها في الشقة الموجودة في المنطقة دي في الدور الثالث، وإن صاحبها ده أجبرها إنها تعمل معاه علاقة، وكمان هددها إنه هيجيب لها أصحابه يعملوا معاها اللي هو عمله، وإن وقتها هي حاولت تقاومه، ومن شدة خوفها بعد ما هددها إنه هيجيب لها أصحابه قامت رايحة للبلكونة الموجودة في الشقة اللي في الدور الثالث، وراحت نطة منها على طول للشارع في محاولة منها للهرب. وطبعا بعد لحظات من وقوعها على الأرض كانت جسم من غير روح. وطبعا المتهم ده اللي كان معاها في الشقة تم القبض عليه فورا بعد الواقعة. بس بعد كده في كلام جديد ظهر في القضية على حسب المنشور على موقع صدى البلد وكذا موقع تاني. فالتحريات بتقول إن السهرة الحمراء أو العلاقة دي كانت بالتراضي، وإنها ما كانتش بالإجبار، وإن الخلاف حصل بينهم بسبب المقابل المادي اللي كانوا متفقين عليه، وإن المتهم رفض يديها الفلوس اللي اتفقوا عليها وهددها إنه هيجيب لها أصحابه يعملوا معاها اللي هو عمله. ووقتها هي خافت
ونطت من فوق عشان تهرب منه. وبرضه بعد الكلام ده حصل تطور جديد في التحريات انتشر في كذا جريدة، منهم جريدة الدستور مثلا. والتطور ده بيقول إن النيابة اتسلمت تحريات جديدة من المباحث بتقول إن المجني عليها كانت قاعدة في بيت المتهم لمدة 3 أيام تقريبا بعد ما اتفقوا على العلاقة اللي بفلوس، وإن حصل بينهم خلاف على الفلوس اللي كانوا متفقين عليها. والمتهم ده هددها وقتها إنه هيجيب لها صحابه، وساعتها هي خافت أو ما استحملتش وراحت نطة من فوق عشان تهرب منه. ودي هي التحريات اللي تم مواجهة المتهم بيها بعد ما كان بينكرها. ودي كده كانت هي آخر حاجة تم نشرها عن التحريات في القضية دي. وخلي بالك دي كلها تحريات أولية. وتعالى بقى نقفل جزء التحريات ده على كده وندخل على الجزء التاني الخاص باللي والدة ندى واصحابها قالوه. أهلا بيكم في الجزء التاني. باختصار كده، والدة ندى قالت إن بنتها في يوم الواقعة جالها مكالمة من واحدة شغالة معاها في تنظيف البيوت بمقابل اسمها مروة، وقالت إن مروة دي طلبت منها تروح تشتغل في واحد من بيوت منطقة بولاق أبو العلا مقابل مبلغ مالي 300 جنيه، وده بدل واحدة تانية صاحبتها كان المفروض إن هي اللي تروح، بس حصل معاها ظرف أو مشكلة وما قدرتش إنها تروح في اليوم ده. والدة ندى قالت كمان إن وقتها هي كلمت بنتها لما وصلت المكان اللي هو البيت اللي هتقوم فيه بأعمال التنظيف، وإن بعدها بساعة تقريبا اتصلت بيها تاني، وندى قالت لها إنها خلاص خلصت الشقة كلها ما عدا البلكونة اللي لسه هتبدأ فيها بعد ما تخلص المكالمة على طول. بس اللي حصل وقتها بقى إن دي كانت هي آخر مكالمة بينهم، ووالدتها بتأكد إنها حاولت تتصل بيها بعدها مرة تانية بس ندى ما كانتش بترد، وإن بعدها بشوية وصلها اتصال من رئيس مباحث اسمه بولاق أبو العلا بيسألها عن بنتها، وقال لها وقتها على اللي حصل. أم ندى كمان قالت بالحرف: أنا بنتي مش وحشة، أي حد بيتعرض لها في نص الشارع ما بتسكتش، الشغل مش عيب، هي كانت رايحة تمسح وتخدم في البيوت. ده كده كان هو كلام والدة ندى. وتعالى بقى نشوف صحابها قالوا ايه. صحاب ندى أكدوا قدام النيابة إنها بنت شريفة وإنها شغالة في البيوت عشان تجيب فلوس وتساعد أهلها وتصرف عليهم، وقالوا إنهم اتعرفوا على ندى في أعياد ميلاد جامعتهم مع عدد من البلوجرز والتيك توكرز، وإن موضوع إنها راحت عشان تمارس الرذيلة مقابل مبلغ مالي ده مش حقيقي ومش ممكن يكون حقيقي. وبيأكدوا إن نهايتها كانت على إيد الشاب ده بسبب إنه حاول يتعدى عليها وهي شغالة ورفضت. صحاب ندى قالوا كمان إنهم كانوا على تواصل بيها قبل ما تروح الشغل في البيت ده، وكانوا متفقين إنهم يتقابلوا في كافيه معين بعد ما تخلص شغلها، بس طبعا الأمور ما مشيتش زي ما اتفقوا، وبيطالبوا بالقصاص ليها ومحاسبة اللي تسبب في نهايتها بالشكل ده. وفي نقطة كمان واحدة صاحبة ندى أكدت عليها في لقاء فيديو على موقع صدى البلد، وهي إنها كانت على تواصل مع ندى في يوم الواقعة لحد الساعة 6:15 تقريبا، وإن آخر مكالمة حصلت بينهم في الوقت ده كانت ندى بتقول لها يلا ننزل، وسمعت وقتها حد بيزعق لها، ووقتها ندى صوتت وتليفونها اتقفل. وأكدت على حتة إن ندى في اليوم ده كانت بتنظف شقة في منطقة بولاق أبو العلا بمبلغ 300 جنيه، وده طبعا على حسب اللي ندى نفسها قالته لها في تسجيل صوت بعتته لها على الواتساب. وقالت إن اللي كلمتها في اليوم ده عشان تروح الشقة واتفقت معاها كانت واحدة ست. صاحبة ندى قالت كمان إن ندى بنت غلبانة وكانت شغالة بعرق جبينها وبتساهم في مصاريف والدتها وأهلها، وإنها لو بتعمل حاجة غلط أكيد الشاب ده ما كانش هيرميها من البلكونة. وكمان شغلت تسجيل صوت لندى كانت بعتها لها على الواتساب وبتقول لها فيه إنها مش معاها فلوس، وإنها رايحة دلوقتي شقة في بولاق أبو العلا عند محطة ماسبيرو، وقالت إنها هتخلص الشقة دي وترن عليها وتقابلها في أقرب محطة مترو ليها. وفعلا قالت في التسجيل ده بالحرف: أنا بلبس أهو ورايحة أعمل لواحدة شقة في بولاق أبو العلا ب300 جنيه عشان ننزل. والتسجيل ده كان في يوم الواقعة الساعة 1 الظهر، وقالت لها فيه إنها هتخلص وينزلوا على الساعة 4 أو 5. وقالت بقى إن بعد آخر مكالمة حصلت بينهم اللي كانت الساعة 6:15 تقريبا تليفون ندى اتقفل، وبعدها عرفت اللي حصل معاها. وقالت كمان إن ندى لما وقعت من فوق كانت واخدة كذا طعنة في جسمها، وعلى حسب كلام صاحبتها دي فالست اللي كلمت ندى واتفقت معاها إنها تنظف لها البيت محبوسة حاليا هي والولد المتهم من بعد الواقعة بساعتين تقريبا.
وأكدت إن أهل ندى ناس غلابة جدا وعلى قد حالهم، لدرجة إن هي وكذا حد تاني لموا لهم تبرعات عشان مش معاهم فلوس يدفعوها لتغسيل ندى. وقالت إن أكتر حاجة أثرت فيها إنها أصلا قالت لندى ما تروحش البيت ده، وكانت هتديها نفس الفلوس اللي هتعملها، بس ندى رفضت، وفي النهاية هي بتطالب بالقصاص لصاحبتها. وقفل بقى الجزء ده على كده، وتعالى نشوف الجزء الثالث الخاص بالمتهم واخوه والرسالة اللي كتبها له من جوه السجن. اهلا بيكم في الجزء الثالث. اول حاجة هنبدأ بيها هو المتهم نفسه. على حسب الاعترافات الأولية اللي اتنشرت في أخبار اليوم وكذا جريدة تانية، المتهم قال إن ندى جات له عشان تنظف البيت بمقابل، وده بعد ما اتصل بمكتب تخديم أو مكتب تنظيف بيوت وطلب منهم يبعتوا له بنت تنظف له الشقة. وقال إن في الوقت اللي البنت دي كانت بتنظف فيه البلكونة خرج لها وحاول إنه يعمل معاها أي حاجة، لكن هي خافت منه وقاومته وراحت واقعة من بلكونة الدور الثالث وهي بتحاول إنها تهرب منه، وطبعا حياتها انتهت في نفس اللحظة. المتهم كمان نفى تماما في اعترافاته الأولية إنه يكون وجه لندى أي سلاح أبيض قبل ما تقع من فوق، وقال إنه ولا كتفها ولا اتفق معاها من قبلها إنهم يعملوا أي حاجة مش كويسة. وقال كمان إنه مرمهاش من فوق وإن هي اللي وقعت وهي بتحاول تهرب. وقال إنه شاب مش متجوز ومن عيلة مشهورة في بولاق أبو العلا بتجارة الموتوسيكلات وليهم سمعتهم في المنطقة. وساعتها النيابة حبسته 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكمان تشريح جثمان الضحية وإعداد تقرير عن ملابسات الوفاة. وطبعا تحريات المباحث اتطورت بعد كده وتم مواجهته بالسيناريو التاني بتاع اتفاقه على علاقة معاها، والخلاف اللي حصل على الفلوس وتهديده ليها انه هيجيب لها اصحابه، وكل الكلام اللي قلناه في الجزء بتاع التحريات. اتمنى ان اكون عرفت اوصل لك الصورة كاملة لحد النقطة دي. وتعالى بقى نسيب المتهم على جنب دلوقتي ونروح لاخوه اللي طلع بكلام جديد وتفصيلي منشور على موقع جريدة الدستور. اخو المتهم قال ان ندى اللي وقعت من الدور الثالث جات لاخوه عشان يعملوا علاقة بفلوس اتفقوا عليها، وقال ان هي دلوقتي في دار الحق وما كناش عايزين نشوه صورتها، لكن خلاص بقى القضية بقت رأي عام. وقال انهم يعرفوا ندى من خلال جارة ليهم، هو قال اسمها بس انا مش حابب اقول اسمها بصراحة. وقال ان جارتهم دي كانت بتطلع البنات يشتغلوا في الدعارة، وان مفيش حاجة اسمها شقق نظافة او مكتب نظافة، وان جارتهم دي بعتت ندى يوم الواقعة بعد ما تحول لها مبلغ 1000 جنيه على فودافون كاش. وقبل ما البنت تروح لاخوه كانوا في منطقة المهندسين قبلها بيوم، وندى اتفقت تاخد منه 2000 جنيه، اداها منهم 1000 جنيه مقدم يعني، وكان مأجل لها ال1000 جنيه التانية بعد ما يخلصوا، وده على حسب كلام اخوه. اخو المتهم قال كمان ان اخوه قاعد في بيت لوحده مكون من 3 أدوار على السطح في أوضة ملحقة بحمام ومن غير باب. وقال ان ندى دخلت عنده بإرادتها، وان اخوه كان بيجيب بضاعة عبارة عن ملابس او هدوم وبيبيعها تحت البيت عنده في شارع بولاق الجديد. وركز معايا في اللي جاي. اخو المتهم قال ان اخوه اللي هو المتهم كان متفق مع ندى انها تنزل من عنده الساعة 9 بالليل، وعلى حسب كلامه ندى كانت عايزة تنزل من عنده الساعة 7 عشان عندها عيد ميلاد. وقال ان ساعتها اخوه رفض انها تنزل وقال لها اديني حقي زي ما خدتي حقك، وساعتها هي جريت ورمت نفسها من البلكونة. وقال كمان في كلامه انها مدمنة ايس وانواع مخدرات تانية، وان التحليل هيكشف كل ده. ده باختصار كده كان هو كلام اخوه. وتعالى بقى نرجع مرة تانية للمتهم، لكن برضه عن طريق اخوه، وبالتحديد اكتر عن طريق ورقة فيها رسالة بيقول ان اخوه كتبها له من جوه السجن. وبيقول ان الورقة دي فيها حاجات توضح للناس اللي حصل، وكان مكتوب في الورقة دي الكلام اللي هقوله لك ده جواب او رسالة مني انا فلان الفلاني. ده كلام من لساني لكل من قال في حقي كلمة أو أشار عليا بإشارة. عايز أقول وأعرف الجميع قبل أي كلام ألف رحمة ونور عليك يا ندى، أنتي في دار الحق وإحنا في دار الباطل، ومهما قلت في الحادث محدش هيصدقني في أي كلام، والناس كلها مع السوشيال ميديا والترندات. لكن أحب أقول للجميع قريب وغريب، بالله عليك انتظر التحقيقات والطب الشرعي. وعايز أقول لكل الناس أنا أصلا مش عايش مع أخويا ولا مع عمي، أنا عايش لوحدي. وندى الله يرحمها كانت عندي يوم الحادث بإرادتها، مش أمي اللي جايباها زي ما اتقال أو إني رميت ندى من الشباك. أمي ما تعرفش الموضوع ده غير يوم الحادث من أهل المنطقة عندي ومن التحريات. وأحب أعرف الجميع إني متعرف على ندى عن طريق جارتنا فلانة اللي مرضتش أقول اسمها من شوية دي. وقال إن جارتهم دي خرجت معاهم هو وندى الله يرحمها في منطقة المهندسين، وقال إنه عارف إن ما عندهاش الشجاعة إنها تتكلم بالحقيقة، وإن اللي حصل يوم الحادث إن ندى جات لي بإرادتها وفي كاميرات. ومش هقول إني بدافع عن نفسي،
لكن أنا منتظر عدل ربنا ونتيجة الطب الشرعي، والحقيقة عند ربنا، ومش هتكلم غير لما التحقيقات تخلص وربنا عارف ومطلع. دي كده كانت هي الرسالة اللي أخو المتهم بيقول إن أخوه كتبها له وهو محبوس حاليا على ذمة التحقيقات. وفي نقطة أخيرة كده لازم أقولها برضو، وهي إن في 1 أو 2 طلعوا عملوا فيديو بعد الواقعة اتهموا فيه عدد من البلوجرز إن هما اللي ورا وفاة ندى، لكن على حسب اللي اتنشر في صحيفة تلجراف في مصدر أمني أكد إن الكلام ده مش مظبوط. ولحد هنا كده أنا خلصت كل اللي عندي، وما عنديش الشجاعة بصراحة إن أتهم أي حد بأي حاجة، عشان دي مسؤولية كبيرة قدام ربنا، وما كنتش حابب أتكلم عن القضية دي أصلا، لكن في متابعين طلبوا مني إن أتكلم عنها، وخلاص هي اتحولت قضية رأي عام، وحبيت أوضح القضية بالكامل بالنسبة للناس اللي عندهم فكرة عنها أو اللي متابعينها ومش فاهمين اللي حصل قوي. وطبعا الكلمة النهائية في القضية دي هتكون لنتيجة التحريات النهائية اللي بإذن الله هتوضح الحقيقة كاملة، وسواء بقى ندى كانت رايحة تنظف الشقة فعلا زي ما قالت لصاحبتها وزي ما اصحابها واهلها بيأكدوا، او راحت لغرض تاني زي ما الروايات التانية بتقول، فهي حاليا عند ربنا في دار الحق زي ما المتهم قال. يا ريت لو وصلت لهنا تدعي لها في التعليقات بالرحمة ولأهلها بالصبر، وما تنساش اللايك بتاعك لو استفدت من حلقة النهاردة وحابب انها توصل لغيرك. كان معاكم اسلام الجندي في سندوتشات رعب، ومع السلامة.